طبعًا العدد إن شاء الله 50,000 في الاستاد وقابل كمان للزيادة لو في فرصة وفي مجال لطرح عدد كمان أكتر من التذاكر، لكن المعروف لدينا دلوقتي يا أستاذ شعبان طلب تحياتي لحضرتك هو 50,000 وده المُعلن بشكل رسمي. أستاذ ناصر البسفوري تحياتي لحضرتك، مساء الفل. أستاذ فلاح حسن تحياتي لحضرتك. طيب خلّيني بس إيه كده سريعًا علشان نبدأ مع بعض. لقينا وزارة الداخلية أصدرت بيان الخاص ب جماهير أو الحضور الجماهيري لمباراة النادي الأهلي، اللي بيها قالت وزارة الداخلية يتفقان على زيادة أعداد الجماهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا، اللي بيها كان متاخد قرار ب20,000 وبعد المناوشات يعني الاجتماعات اللي بنشكر فيها الكابتن محمود الخطيب على مجهوده، وبنشكر فيها كمان الأستاذ العرجاني، وبنشكر فيها كمان كل الناس اللي ساهمت. على سبيل المثال اتفقوا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على زيادة أعداد الجماهير المصرية التي ستشهد نهائي دوري أو نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي المصري. يعني حاجة حلوة جدًا إنه يعني يكتب التعريف بالشكل ده يا أستاذ محمد زكريا، إنه النادي الأهلي يا جماعة بإيه، يعني ركّز بس معايا، النادي الأهلي المصري الحمد لله، ده اعتراف واضح وصريح بإنه النادي الأهلي داخل المباراة دي أو داخل النهائي ده بيلعب باسم مصر. طيب، واتفقوا على عدد زيادة الجماهير لرقم قد إيه، ما فيش تحديد معيّن، لكن اللي أقدر أقوله لحضرتك إنه لقينا الأستاذ العمري فاروق كمان قال لك 50,000 في الاستاد إن شاء الله. شكرًا كابتن محمود الخطيب، شكرًا الجهات الأمنية، شكرًا لكل يعني من ساهم أو جالس على مقاعد صُنع القرار. فده طبيعي جدًا، لكن إحنا بقى عندنا جانب أكبر من كده بكتير. معلش أنا بدأت بموضوع الحضور الجماهيري وموضوع المباراة اللي إن شاء الله هتكون يوم 4/6 القادم الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي لملاقاة الوداد في يعني المباراة الأولى من نهائي أبطال أفريقيا. طيب، الجانب بقى الأهم علينا إحنا كجماهير النادي الأهلي، ليه نقعد حكايات ماما أمينة، تحياتي لحضرتك، نورتيني وشرفتيني. ليه بنقعد يا جماعة يعني طول الوقت في مجادلات وفي مناقشات وفي أزمات ما بين الحضور الجماهيري من عدمه، ما بين لأ إحنا ناخد 20,000، لأ إحنا ناخد 30,000، لأ إحنا ناخد 50,000. ده إن دل يدل على إنه في مشكلة. إيه هي المشكلة؟ المشكلة إن بيبقى في عدم التزام من بعض من جماهير اللي بتروح المدرجات، وبالتالي يجب على حضراتكم الالتزام وتصدير صورة كويسة جدًا للجماهير، وبالتالي كمان لمّا يبقى في يعني مباراة للنادي الأهلي، ما نقعدش بقى إيه، نلِف وندور ونتعب ونكلّم ده ونكلّم معالي اللواء، واللواء يكلّم الوزير، والوزير يقعد مع الغفير، ومدير الأمن يكلّم مش عارف، يعني ليلة كده وقصة ما لهاش أي 30 معنى. فيجب على جميع جماهير النادي الأهلي اللي هتتجه لحضور المباراة من داخل الاستاد الالتزام. أول حاجة حضرتك ما ينفعش يكون أنت ماشي من غير ما يكون معاك بطاقة، ده حاجة بديهية جدًا يعني. أنا عايز أعرف أنت مين كواحد خايف عليك أنت أصلًا شخصيًا قبل ما أخاف على يعني باقي الناس اللي حواليك. فبالتالي لازم تكون أنت مأمِّن نفسك بالأوراق، الFan ID بتاعك معاك اللي مطلوب إن يكون كل واحد بيرتديه، وكمان بخلاف ده وده يكون معاك التذكرة بتاعتك اللي أنت طبعتها من أقرب منفذ بيع أو من أقرب منفذ بيع لشركة تذكرتي، وده يعني متواجدين في أماكن كتير جدًا. ثالثًا كمان التذكرة،
اللي أنت هتخش بيها المباراة، هتقول إيه ده؟ طب ما هو أنا كل حاجة دلوقتي على الآب وعلى السيلفون وعلى ما أعرفش إيه والكلام ده كله، أقول لك لأ، التليفون ده لاستخدامك أنت الشخصي، دي مش حاجة يعني للأمن إن هو ياخد بيها، لكن بيبقى في علامة مموهة على التذكرة، يجب على اللي واقف من الجهات الأمنية إنه يعني يعني ينتبه للكلام ده كله، ومش هيبقى مسموح لحضرتك بالدخول بأي أدوات، مثلًا على سبيل المثال شماريخ، عصيان خشب، الكلام ده كله، الأزايز البلاستيك أو أزايز إزاز أو عبوات فيها مثلًا هتقول لي ده أكل والّا ده مش عارف إيه، كل الكلام ده ممنوع منعًا باتًا، علشان إيه؟ علشان عدم الالتزام اللي صدر في بعض أوقات يعني الحضور الجماهيري في المباريات اللي فاتت، ده خلّى الجهات الأمنية تبقى حريصة جدًا، جدًا، جدًا على عدم السماح بفتح أروقة استاد القاهرة بالعدد الكامل للجماهير. ده بس دي كانت يعني طلب ورجاء لكل جماهير النادي الأهلي برجاء الالتزام، لأن أنت في النهاية أنت بتعمل مشكلة للنادي بتاعك، أنت بتوقّع عقوبات على النادي بتاعك والحرمان كمان من إنّك تكون متواجد وتحمّس لاعيبتك في يعني كل البطولات اللي بنشارك فيها. فبكده يعني نتمنى من الجميع الالتزام، ونتمنى كمان من الجميع إن هم يعني يبُصّوا على الشروط إيه أو مستلزمات الاستاد إيه أو الأمور اللي أنت المفروض تعملها إيه أو تتبعها إيه من تعليمات، على ضهر التذكرة موجودة لو أنت حتى ما وصلكش أي تنبيه أو أي تنويه. طيب نخرج من إطار موضوع الحضور الكامل يا أستاذ عبد السلام فتحي، تحياتي لحضرتك وعليكم السلام. نخرج من إطار الجانب بتاع الحضور الجماهيري والتأمين والكلام ده كله، نخش على صرح كبير جدًا، جدًا، جدًا النادي الأهلي يمكن كان أعلن عنه في الوقت اللي فات ده، بافتتاح الفرع الجديد في التجمع يوم 1/6 1/6 القادم، اللي بيها وصلت عدد من الدعاوى لكل يعني لاعبي أو معظم لاعبي النادي الأهلي وكمان كل مجالس إدارات النادي الأهلي السابقة توجه ليهم الدعوة ما عدا يعني في الجواب كده أو يعني مع الأمن كشف كده بعدم دخول عدد من الشخصيات، على رأس الناس دي مرتضى أحمد منصور الرئيس المعزول رئيس نادي الزمالك السابق. تاني واحد نيجي كده نبُص حوالينا نقول مين، الكابتن مصطفى يونس، شوف إحنا بنحترم الناس أهو، الكابتن مصطفى يونس ممنوع كمان يا دكتور محمد، يا عم أحمد حسني من الحضور للحفلة، مساء الورد على الجميع. كمان عندنا مين كمان يا جماعة؟ أم البانا، فاكرين أم البانا الست اللي هي أم البانا دي، هناء حمزة كمان ممنوعة من الدخول. بس كده؟ لأ طبعًا، لأ طبعًا مش بس كده، يعني هو عدد من ال5 شخصيات اللي تقدر تقول عليهم كده يعني إيه، أنت تواجدهم أصلًا معاك م ما أعتقدش إنه ينفع. لكن بشكل مؤكد عدم تواجد إبراهيم عيسى، عدم تواجد هناء حمزة، عدم تواجد مرتضى منصور، عدم تواجد كمان الكابتن مجدي عبد الغني، وعدم تواجد خامس واحد هو الكابتن مصطفى يونس. لكن اتوجهت الدعوة لكل من الكابتن عصام الحضري على سبيل المثال، اتوجهت له دعوة للحضور، افتتاح الفرع الجديد للنادي الأهلي. كمان اتوجهت دعوة لمين؟ للتوأمان الكابتن حسام وإبراهيم. كمان اتوجهت دعوة لعدد من الشخصيات الزملكاوية على رأسهم الكابتن حسن شحاتة والكابتن كمان أعتقد مين تاني يا بيبو، كباتن كتير أوي من نادي الزمالك بصراحة، يعني مش متذكر، لكن اللي أنا متأكد من حضوره بصفة شخصية وعارف إنه الصفة العينية بتاعته إيه، في الكشف كده موجود في الحضور وتمِّت الدعوة ليه،
هو سليمان وهدان القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك. كمان تم الدعوة لرئيس الوزراء الأستاذ مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الشخصيات اللي يعني العامة في البلد. ماما أمينة بتقول وجمال عبد الحميد وخالد بليلة. لا، دول ممكن احتمالية ان هم يجوا مع الفراشة يوزعوا شاي، يلموا مثلا سوري يعني الطفايات بعد ما الحفلة تخلص. دول ممكن نجيبهم، لان دول شغلتهم على المدفع ايه غير بورورهم. ما ينفعش يكونوا متواجدين في محفل زي ده. عفوا طبعا، بعتذر لحضراتكم وان انا نسيت يعني اعزي الاعلامي والكابتن الكبير حلمي طولان. يعني بشكرك يا استاذ محمد زكريا. بعزي طبعا الكابتن اسلام الشاطر في وفاة والده، اللي يعني خالص العزاء للاسره، ونتمنى له يعني انه تكون دي اخر الاحزان، وان شاء الله يعني ربنا يسكنه فسيح جناته وتكون يعني اخر الاحزان. طيب، ده بس جزء كده احنا كنا المفروض نبدا بيه، فبعتذر للكابتن اسلام، وبعتذر كمان لحضراتكم على عدم التنويه في البدايه. كمان خليني اكلمك في امر كمان مهم. طالما ان رؤساء الانديه كلهم مدعوون، يبقى لازم استاذ مرتضى، لانه رجل دوله اكيد تمت دعوته. لا يا استاذ احمد، احنا قلنا انه في كشف في 5 اسماء ممنوعين من الدخول تحت اي بند من البنود، تحت اي ظرف من الظروف ممنوعين من الدخول. استاذ طه بيقول انتهت المباراه بالتعادل ما بين المقاولين العرب والاسماعيلي، وبكده يعني بيزداد سوء مكانة الاسماعيلي في جدول الترتيب، وده هيكون يعني امر محتاج جهد كبير جدا من التحكيم المصري بتاعنا، و يعني الاداره القائمه على الاتحاد المصري لكره القدم لمساعده نادي الاسماعيلي للبقاء في الدوري، وده اللي هيتم ان شاء الله. طيب، بالنسبه بس للسؤال اللي ساله الاستاذ احمد حسني على دعوه الاستاذ مرتضى، انا زي ما قلت لحضرتك في كشف كده ممنوع بدخول عدد 5 شخصيات، هو على راسهم مرتضى احمد منصور، وكمان هناء حمزه، ابراهيم عيسى، وكابتن مصطفى يونس، والكابتن مجدي عبد الغني. دول ممنوعين من دخول الحفل. طيب، عندي كمان خبر كده يعني خاص لحضراتكم. عودة اللاعب ويلتر بواليا، المهاجم الكونغولي، اللي لسه كمان عقده ممتد مع النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته في الدوري السعودي. رجع وبيتم تسويقه في الوقت الحالي. كنت أعلنت أمام حضراتكم كمان على تويتر عندي في الصفحة الخاصة بتاعتي إنه في مدافع وقع بالفعل للنادي الأهلي في الدوري المصري، واللي بيها أنا بأكد لحضرتك إنه تم التوقيع مع مدافع. تقدر تقول كده أنت لو كان عندك نوعية محمد عبد المنعم، وأنت مستمتع جدا بالأداء بتاعه في قلب دفاع النادي الاهلي، اللي بيعمل تغطيات رائعه جدا ورا الباك الشمال اللي هو علي معلول، احنا كنا محتاجين واحد على نفس مستوى، او يعني لو جبنا اللاعب ده ولعب معانا مثلا شهرين 3 4، يعني مش هيقل ابدا ابدا مستواه عن محمد عبد المنعم، واللي بيها انت كده تقدر تطمن على خط دفاع النادي الأهلي بعد ما أتم التعاقد بالفعل مع مدافع يعني أقول لك إيه، مبشر جدا 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 جدا. وكان النادي بتاعه رافض رفض تام 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 يعني بيع اللاعب. طيب، كمان رجل دولة، مين دولة الخوض في الأعراض والسب لا، يعني الراجل بس يعني بيدردش كده معانا يا أستاذ محمد زكريا. طيب، على عدم ظهورنا امبارح كمان
كنت بس حابب أتكلم على إنه لاعب الجولة كمان لاعب النادي الأهلي هو علي معلول. اكتساح علي معلول بنسبة 96% ك على متفوق على اللي طلع وعمل لكم هُش. أنا مش فاهم، هو كل واحد يطلع من الجمهور يكسب مثلًا مش عارف يا ابني ده أنت نَفْسك كان عندك اكتئاب وكان عندك حالة من العُزلة التامة، ها، واللي بيها أنت طلعت وشتمت جماهير نادي الزمالك ذات نَفْسها، وجماهير نادي الزمالك مرمطت بكرامتك الأرض. جاي دلوقتي تقول لهم هُش والّا بتقول لمين هُش؟ الله أعلم. المهم إن تفوّق لاعبنا يا أستاذة راوية علي معلول على مصطفى شلبي تفوّق، يعني ما فيش ما بعده تفوّق، بنسبة 96% مقابل 4% لمصطفى شلبي، وبكده يحسم لاعب الجولة معانا هو علي معلول. طيب كمان اتكلمنا كده خلّصنا. أهلًا بالوداد خلاص أستاذ أحمد خليل، تحياتي لحضرتك. أهلًا بالوداد خلاص فريق الوداد بالفعل وصل ل يعني مدينة القاهرة. يعني إحنا بنقول لهم أهلًا وسهلًا بيكم في بلدكم التاني مصر، اللي بيها إن شاء الله علشان يخوض النهائي أمام النادي الأهلي بحضور 50,000، والعدد قابل للزيادة إن شاء الله. ونتمنى طبعًا، طبعًا، طبعًا يعني إنه البطولة تكون في أروقة يعني دواليب النادي الأهلي. طيب، خلصنا كده من يعني معظم أخبار النادي الأهلي علشان بس ما نطوّلش على حضراتكم. عندي موضوع مهم جدًا، جدًا، جدًا أنا شغّال عليه في الوقت اللي جاي، كمان هيتم يعني بسبب الموضوع ده أو بصدد الموضوع ده هيتم عدم استخراج يعني تراخيص ل نادي لنادي الزمالك، واللي بيها مش عارف هيتم إزاي مشاركته إفريقيًا من عدمه. ده اللي إحنا هنشوفه في الأيام اللي جاية. المشكلة اللي جاية هتبقى على تراخيص الأندية، على المديونيات بتاعة الأندية. الاتحاد الأفريقي طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم اللي من شأنه بعت خطاب رسمي لكل الأندية ب ال ورئيس الوداد مدعو بكرة في الافتتاح. أكيد طبعًا، أكيد طبعًا. عدد كبير جدًا من الشخصيات ومن رؤساء الأندية اللي هيكونوا متواجدين يا أستاذ عبد السلام. باشكرك على يعني تذكيرك لينا بكل الناس المحترمين اللي هيتم دعوتهم إن شاء الله غدًا. طيب، لأ غدًا إيه يا بيبو؟ غدًا. طيب كمان خلّيني بس أتكلّم وأقف على موضوع تراخيص الأندية. يا جماعة في أندية طلعت لها تراخيص وهي غير يعني كمالة يعني الأوراق أو المستندات. فبالتالي دلوقتي الاتحاد الإفريقي طلب من الاتحاد المصري كمان يعني كشف كامل كده بالمديونيات بتاعة الأندية، وإزاي تم يعني المرّة دي بقى لا هيتم جدولتها ولا هيتم مثلًا مش عارف إيه، اللعبة اللي كانوا بيلعبوها زمان دي بكل تأكيد مش هتتم، ومش هيتم خروج أي تراخيص لأي نادي. حتى لو النادي الأهلي عليه مديونية مش هيتم استخراج رخصة ليه كنادي محترف يقدر يشارك في البطولات الإفريقية يا أستاذ يوسف زهدي. تحياتي لحضرتك. كمان عندنا موضوع الصفقات، ويعني طلعت كده بعض الأخبار الخاصة بنادي الزمالك اللي قالوا لك إنه بشكل رسمي كده هيبقى المدرب يعني السابق للنادي الأهلي هو هيكون بديلًا أوسيريو المدرب الحالي لنادي الزمالك. عايزين يجيبوا الموسيماني. اللي أعلن النهارده وبشكل رسمي كده وفي تصريح نقدر نرد بيه على الناس اللي كانت بتقول إنه مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب
هو اللي مشّى موسيماني. موسيماني دلوقتي بيقول إنه الأمور ما كانتش فيها استقرار كامل. تحياتي يا سوزان، تحياتي ليكِ منوّرة الدنيا. الأمور ما كانتش على يعني أكمل وجه بينه وبين النادي الأهلي، اللي بيها مش هيكون يعني فيها تواجد في النادي الأهلي، علشان كده ما تمش استكمال مشواره مع النادي. قصة بقى تواجده في نادي الزمالك من عدمه، ده إحنا ما لناش علاقة بيه. الرخصة بتاعة الأهلي صدرت من العام الماضي يا بيبو. إحنا بنقول إيه، لو كان دلوقتي في طلب يا أستاذ فتحي، طلب جديد من الاتحاد الافريقي بانه حتى الانديه اللي استخرج ليها تراخيص هيتم برضو يعني جلب كل الاوراق اللي بتدل على انه تم حل كل المديونيات وتم دفع كل المديونيات، واوراق يعني تستوفي كل الشروط لتغيير عدد من البنود الخاصه بتراخيص الانديه اللي بيها ما ينفعش ان انت يكون عندك جدوله ويتم استخراج ليك تراخيص جديده. عم حسين فؤاد، تحياتي لحضرتك، منور الدنيا. كمان زي ما قلنا لحضراتكم، عودة أشرف بن شرقي لنادي الزمالك من عدمه، الله أعلم، إحنا لسه مش عارفين. لكن ده بحديث مرتضى منصور في اللقاء اللي طلع بيه وقال لك أنا عندي مؤتمر أو عندي معرفش حفلة طهور في الأيام اللي جاية هيكون بتسفر عن إيه وعن قرارات إيه، الله أعلم. لكن أنا بتوقف عند جملتين اتقالوا في الحوار كله. جملتين اتقالوا انه خلاص هو مشي من المشهد الرياضي الزملكاوي وبقى مقيم في البيت وما بقاش ليه علاقة بنادي الزمالك. وفي نفس ذات الوقت برضو طلع وقال ان انا بحاول اخلص صفقات للنادي من قلب البيت، مش لازم اروح النادي. طب عايزين نفهم، هل بصفة حضرتك ايه انت متواجد في يعني قصة انك تجلب صفقات للنادي او تتكلم على صفقات لنادي الزمالك من عدمه؟ المفترض ان حضرتك رئيس معزول، المفترض ان حضرتك رئيس كده تم عزلك، فانك تهرب وتبعد بعيد عن المشهد. كمان انت عندك مشاكل كبيره جدا بعد صدور حكم بالسجن مجددا 3 شهور، اللي لسه احنا عارفين يا استاذ جمال الكون ان هو هيتم ال هيتم ال هيتم الطعن على الحكم اللي صدر. لكن ده ما يمنعش انه صدر ضد مرتضى احمد منصور حكم بال يعني انه هيتسجن 3 شهور تانيين. هل ال3 شهور دول هيرجعوا بقى مجددا موضوع الحبس السنه اللي كان قبل كده؟ احنا كنا بنقول انه 30 يوم. لا، الاحكام اللي تم ايقاف التنفيذ بتاعها ما ينفعش تتم، او ما ينفعش ان انت ترجعها تاني وتحكم عليها على الشخص ده تاني المتهم لو صدر ضده الحكم بشهر. طب المرة دي صدر ضده حكم ب3 شهور، يعني 90 يوم. هل دلوقتي هيتم استرجاع كمان الحكم الصادر قبل كده بسنة حبس من عدمه؟ ده اللي لسه هنتابعه كمان مع حضراتكم. لحد كده أنا تقريبا كل أخباري معاكم انتهت. وكمان يعني علشان برضو ما نطولش، وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا سريعا سريعا. وبصراحة يعني عندنا امتحانات وعندنا مذاكرة وعندنا حاجات كده، فبالتالي بيبقى صعب جدا علينا يعني التواجد مستمر او بشكل اطول زي الاول. وكمان ناس كتير جدا جدا سالتني يا بيبو ليه ما تقللش يعني مده الحلقه، فبنحاول بقدر الامكان علشان تقدر تنتشر اكتر واكتر. اشكرك جدا يا عم حسين. اللي عنده سؤال انا جاهز مع بعض كده دقيقتين كمان لحد ما يعني ايه يعني ناخد مع بعض كمان كام دقيقة كده. لو في أي استفسار عن مش هقدر أقول لك المدافع اسمه إيه بصراحة، مش هقدر أقول لك إنه كمان أحب أطمنك إنه محمد الضوي كريستو مقدم أداء عالي جدا 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 مع منتخب تونس،
ضد منتخب البرازيل، اللي بيها يعني إحنا بنطلب من كل جماهير النادي الأهلي المساندة، ثم المساندة لمحمد الضاوي كريستو في الوقت اللي جاي، لأنه إحنا محتاجين اللاعب ده، ده مستقبل مع النادي الأهلي إن شاء الله في الوقت اللي جاي. كمان علشان بس إيه، خلّيني بس أتأكد كده من حاجة معايا قبل ما أنسى. آه. قبل ما أنسى إنه ممدوح عباس وجّه أستاذة دينا دودي، تحياتي لحضرتِك، أستاذ طه، أشكرك جدًا. قبل ما أنسى بس مع حضراتكم إنه في قرار جديد صدر من ممدوح عباس بحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك التانية اللي ما كانش محجوز عليها. تم وطلع قرار رسمي من وزارة الشباب والرياضة إنه يحق للأندية استخدام حسابات البريد المصري لاستقبال تحويل أموال الزمالك، فراح قام الراجل كمان باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الحسابات، علشان نادي الزمالك لو كمان استقبل فلوس أموال إمام عاشور ما يقدرش يستفاد منها، وكمان ما يقدرش يستفاد من فلوس مشاركة الجزيري مع منتخب تونس في كأس العالم، وما يقدرش أعتقد إنه 4-1 مش 3-1، مش عارف اتأكدوا لنا كده يا شباب لو هي 4 والّا 3. ممدوح عباس هيحجز على هيئة أنا لسه كنت باتكلم في الحوار يا أستاذ يا عم حسين فؤاد. يعني بكده لمّا الوزير قدر يطلّع مخرج ل نادي الزمالك علشان يقدر يجيب فلوس عليه الخاص ب البريد المصري، راح الراجل مقفّلها في وشه، و يعني كمان قال له يالّا علشان إيه، تبقى كملت وتبقى بالمرّة كده، وما تقعدش تتحجج علينا ولا تقعد تبني أوهام على جماهيرك، وإنه في فلوس وهيشتري مش عارف مين، وطلع يقول لك في لاعب مهم جدًا أو جماهير نادي الزمالك كانت يعني بتحبه وهيرجع تاني ومش هيرجع تاني. أقول لك أنا باهدي لك أغنية تعالَ تاني، بجد، حقيقي يعني، ما ينفعش أقول لك غير كده. أستاذ محمد نور، تحياتي لحضرتك. محامي ممدوح عباس هيحجز على الاتحاد المصري، يالّا بقى يحجز على الاتحاد، يحجز على أي حد فيهم، ما عندناش أي مشكلة على الإطلاق، لكن المشكلة اللي عندنا هي مع وزارة الشباب والرياضة اللي ما زالت مُصرّة وما زالت بتستمر في دعم نادي الزمالك وبتكسير للوائح ولكل المعايير والقوانين. لكن الأسئلة المعتادة بتاعتنا، فين عقوبة الانسحاب بتاعة نادي الزمالك يا معالي الوزير ويا الناس المسؤولة عن الرياضة في مصر؟ فين عقوبة جماهير نادي الزمالك يا لجنة الانضباط ويا لجنة المسابقات ويا اتحاد مصر لكرة القدم ويا رابطة الأندية؟ فين عقوبة جماهير نادي الإسماعيلي؟ فين كمان يعني العقوبة اللي صدرت ضد انسحاب مباراة السوبر؟ كل الكلام ده إحنا لسه محتاجين إن إحنا نعرف هو فين، فين كل العقوبات دي. بس أنتم شاطرين إن أنتم هوبا كهربا يالّا 12، 15، 20، 30 مباراة. طب فين يا جماعة؟ فين عقوبة تتم يا أستاذة جيهان عبد الرحمن آآ على جماهير نادي الأهلي، يقول لك إيه، عدد 953 ومن ضمنهم واحد كان لابس شراب لونه بنفسجي، ده ممنوع كمان من الحضور الجماهيري. يا ريت نتمنى من حضراتكم إنه نلاقي أسئلة على أو أجوبة على كل هذه الأسئلة. أستاذ عبد السلام فتحي بيقول اتحاد الكورة زوّر للزمالك إنه مش مديون وصدرت له الرخصة حاليًا. مرتضى منصور ما اتعزلش وما زال موجود في رئاسة الزمالك، والبركة في وزير الشباب والرياضة. أنا أعتقد يا عم آآ عبد السلام، ما أعتقدش إنه هيتم استخراج، لإنه الجواب يا جماعة لسه جاي من كام يوم، فحتى لو تم قبل كده
حتى يعني حتى لو تم قبل كده استخراج تراخيص لنادي الزمالك، هيتم إعادة النظر في كل التراخيص دي مجددًا، وبالتالي مش هيتم يعني خلّي بالك من زوزو. ما إحنا مخلّيين يا عم حسين ما تقلقش. فإن شاء الله، إن شاء الله نتمنى الأفضل والأفضل لكل يعني ما هو أهلاوي، وما تقلقوش، إذا كانت تم تراخيص وعلشان أطمنك وعلشان نتكلم بشكل رسمي، شركات الكورة المعني والمُعترف بيها أمام الاتحاد الإفريقي وأمام كل الجهات هم شركتين 2 فقط، شركة النادي الأهلي لكرة القدم، وشركة غزل المحلة، برضه هم دول الشركتين الوحيدتين اللي مُعترف بيهم دلوقتي، واللي هيتم و يعني يتم تراخيص وإصدار تراخيص ليهم كأندية يعني رياضية وأندية كرة قدم. ولسه اللي جاي أكتر، ولسه اللي عندنا إحنا أكتر وأكتر وأكتر. عندنا زي ما قُلنا لحضرتك يا سوزان، يا أستاذة جيهان، يا أستاذ محمد، يا أستاذة سعاد، وكل الناس اللي بتشرّفنا، أستاذ طه، و كل حبايبنا ماما هناء، والناس كمان اللي هتشرّفنا وتسمعنا بعد كده، إذا كان سلمى و راسم مطر ابن فلسطين، كل الناس يا جماعة اللي بتعلّق لنا، وكل الناس اللي بتتابعنا، أبو مروان الأهلاوي المحترم، وديشا، كل الناس اللي بتدعم وأستاذ إيهاب كمان صوت الأهلاوية. احترامي وتقديري لكل الناس. هتسمع الأيام اللي جاية أخبار عنب. تابعونا وشاركوا فيديوهاتنا، ولو أنت حضرتك مش مشترك معانا يعني برجاء الاشتراك وتفعيل كمان علامة الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. أعتقد ده وقت أبو مروان، فكلنا كده نطير على هناك. يعني اعذروني إن أنا ما باقدرش أكتب وما باقدرش أرُد على كل الناس، ولا حتى كمان الناس اللي بتتابعني على تويتر. بييجي دلوقتي مئات الرسايل ومئات يعني الأسئلة، فباعتذر لحضراتكم على عدم الإجابة علشان بس مشغولين بالدراسة مش أكتر. فباشكركم شكرًا جزيلًا على دعمكم. ما تنساش لايك وشير للفيديو، و كمان إنك تشيّر، دي دعم كبير جدًا، جدًا، جدًا لينا. شكرًا. قوم ذاكر يا بيبو. حاضر يا عم حسين. يالّا تصبحوا على ألف خير. لسه أهو، لسه يا سلمى، لسه كنت باذكر اسمِك على أساس إن أنتِ هتتفرّجي علينا بعد كده. طيب تصبحوا على ألف خير، و إن شاء الله باتمنى التوفيق للجميع، والتوفيق للنادي الأهلي في ال11 يا أهلي. سلام.